بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه ليو وهو بيمارس رياضة التسلق الحر لأعلى جبل في اليونان، ودي بتبقى من أصعب أنواع التسلق لأن اللاعب بيطلع للقمة من غير ما يأمن نفسه بحبل. ورغم إن ليو محترف جدا في اللعبة دي إلا إنه لما بيقرب من قمة الجبل بيقع على الأرض وبيموت. وعلشان ليو يبقى من أغنى عائلة في اليونان بيتعمل له جنازة كبيرة وبيحضر فيها كل كبار المسؤولين في الدولة، والصحافة بتغطي خبر وفاته في كل الصحف لأنها عائلة مشهورة جدا في اليونان، واللي منهم راجل قاعد في عربيته بيصور كل اللي بيحصل في الجنازة من بعيد. وبيظهر في الوقت ده واحد شبه ليو بالظبط وبيطلع إنه أخوه التوأم واسمه إلياس. وبعدها بتنتقل الأحداث لواحد قاعد في الطيارة وهو بيقرأ خبر وفاة ليو، واللي بيفهم إن الثروة الكبيرة اللي العيلة جمعتها تبقى من شركة الشحن بتاعتهم، وإنهم قدروا يسيطروا على أكبر جزيرة في اليونان بسبب العنف والابتزاز. وأول ما بيوصل للمطار بيخلص أوراقه علشان يأجر عربية يتنقل بيها داخل الجزيرة، ولما بيخرج من المطار بيقابل واحدة اسمها دانا وبتعرفه إنها تبقى مرات إلياس، وهو كمان بيعرفها إن اسمه جاك، وبيقول إنه أشهر محقق خاص في أمريكا، وده بالظبط اللي بتكون دانا محتاجاه علشان يساعدها في كشف حقيقة القضية. وبتقوله إنها عرفت بيه عن طريق واحدة صاحبتها في المكسيك اسمها صوفيا، وبتعرفه إن عندها مشكلة كبيرة ومش هتقدر تلجأ للشرطة لأنهم بيشتغلوا مع أهل جوزها، وإنها لجأت ليه هو علشان شاطر في شغله وهيقدر يكشف حقيقة موت ليو من غير ما يعمل شوشرة في الجزيرة، وده لأن أهل جوزها لو عرفوا حاجة زي دي ممكن يقتلوه بكل سهولة، وده طبعا علشان يحموا سمعة الشركة بتاعتهم لأن ظهور أي خبر مفاجئ بيأثر على أسهم الشركة في البورصة. ولكن جاك بيبقى مستغرب إن هي اللي بتبحث عن الحقيقة بنفسها، مع إنها ممكن تعمل زي أهل جوزها وتسكت وخلاص. فبتقوله إنها اتعرفت على ليو وكانوا صحاب قبل ما تعرف إلياس جوزها، وبما إن ليو كان محترف جدا في تسلق الجبال ده بيخليها تكون شاكة إنه اتقتل أو إنها ما كانتش حادث. وعلشان تضمن إنه ما يقولش لأي حد إن هي اللي أجرته بتدفع له ضعف المبلغ اللي اتفقوا عليه قبل كده، وبتقوله إنها جهزت مكان يقدر يقعد فيه طول فترة إقامته في الجزيرة، وبتطلب منه يمشي وراها علشان يعرف المكان كويس. وأول ما بيدخل المكان بيكتشف إنها كنيسة معزولة في أطراف الجزيرة، وبيدخل الأوضة علشان يرتاح من السفر، وتاني يوم هيبدأ التحقيق. ولكنه بيسترجع ذكريات ليه مع بنته ومراته ما كانش حابب إنه يفتكرها. وتاني يوم الصبح بيبدأ تحقيقه من المشرحة الخاصة بالجزيرة، وبيدي للموظف رشوة علشان يوافق يساعده في المعلومات اللي هو عاوز يعرفها. وبيعرف من تشريح الجثة إن ليو وقع من ارتفاع 30 متر، وإن تشخيص السبب في موته كان كسور في الجمجمة ونزيف حاد في المخ. وبيستغرب من صور الإشعة اللي اتعملت على إيده إن هي كمان كانت مكسورة. والموظف بيقول إن ده أمر وارد في حالات التسلق الحر، وده علشان من الطبيعي إن الشخص لما بيحس نفسه هيقع بيحاول يمسك في أي حاجة تنقذه. وجاك بيعرف منه اسم الضابط المسؤول عن التحقيق في القضية دي، وبيقرر إنه يروح يقابله علشان يعرف منه بشكل غير مباشر تفاصيل أكتر. ولما بيوصل اسم الشرطة بيطلع إن الضابط ده هو نفس الشخص اللي كان بيصور الجنازة، وجاك بيعرفه إنه موظف من شركة التأمين فرع نيويورك، وإنه جه هنا علشان ليو كان بيملك وثيقة تأمين بالملايين عندهم. ولكن الضابط بيعرفه إنه مشغول دلوقتي ومش هيعرف يساعده في قضية اتقفلت أصلا. ولكن جاك بيطلب منه إنه يطلع على الملفات الخاصة بالقضية قبل حفظها، والضابط بيقوله إن دي مجرد حادثة وما كانش المفروض يضيع وقته ويسافر لحد هنا علشانها. وجاك بيعرفه إن ده شغله ولازم إنه كان يجي لحد هنا علشان يأكد للشركة إن ليو مات في حادثة وما ماتش مقتول مثلا. ولكن الضابط بيصمم إنها كانت حادثة عادية وبتحصل كل يوم في الجبل، وده بيخلي جاك يشك إن الضابط عارف حاجة ومخبيها، لأن مش من الطبيعي إنها تكون حادثة ومع ذلك الضابط مصور كل تفاصيل الجنازة بنفسه. وبيفترض إن القضية اتقفلت بأمر من رؤسائه في الشرطة علشان يرضوا أهل ليو. وقبل ما يخرج من عند الضابط بيلاحظ إنه مصور يخت شكله فخم جدا، وبيعرف من كلام الضابط إن اليخت ده يبقى ملك للعائلة فاحشة الثراء. فبيقرر يروح عند اليخت ده على أمل إنه يوصل لأي حد من أهل ليو. وأول ما بيوصل عند المرسى بيشوف اليخت واقف على مسافة كبيرة، بس لحسن حظه بيلاقي جنبه منظار سياحي بيخليه يشوف كل تفاصيل اليخت بكل وضوح. وقتها بيقدر يشوف إلياس وهو بيتكلم مع دانا مراته قبل ما يسيب اليخت ويمشي، وبيركب مركب صغير علشان يوصله للمرسى اللي عربيته واقفة عنده. في الوقت ده جاك بيحس إنه مش هيقدر يراقبه زي ما كان متخيل، وده بسبب إن عربية إلياس الرياضية هتبقى أسرع من عربية جاك العادية، واللي بالفعل بيتوه منه وما بيعرفش مكانه لحد ما بيلاحظ يافطة مكتوب عليها مكان للتسلق. وجاك بيظن إن إلياس ممكن يبقى دخل للمكان ده من غير ما يشوفه، وبيتأكد من ظنه لما بيدخل للمكان وبيشوف عربية إلياس واقفة جوه. ولكن جاك بيستغرب من وجود إلياس في المكان ده دلوقتي، وبالذات إن ليو أخوه لسه ميت من كام يوم بسبب نفس الرياضة. فبيقول لنفسه إن تصرف إلياس ده وراه دافع من الاتنين، إما إلياس
الياس عنده غرور وثقة في النفس زيادة عن اللزوم، يا اما الياس بيحاول دلوقتي انه يثبت لنفسه حاجة محدش يعرفها غيره. وبعد ما الياس بيخلص تسلق، جاك بيستغل فرصة انه دلوقتي لوحده علشان يعرف يتكلم معاه، وبيعرفه بنفسه على انه عميل في المخابرات الامريكية وجاي يحقق في قضية موت اخوه. ولما الياس بيستغرب من اهتمام المخابرات بحادثة حصلت في حدود اليونان، جاك بيطلع له الكارنيه مزيف علشان يقنعه، وبيفهمه ان حجم استثماراتهم في امريكا بيحتم على المخابرات التدخل في الموضوع ده، وبيقول انه كان هنا بشكل ودي احتراما لظروف العائلة الاقتصادية، وبيلمح لإلياس ان رفضه للتعاون هيخلي المقابلة اللي جاية بشكل رسمي، وده مش هيبقى في مصلحتهم ولا في مصلحة الشركة لو مستثمرين البورصة اخدوا خبر. فبيضطر إلياس يوافق يتكلم معاه بدافع المحافظة على سمعة العيلة. والغريب ان الضابط بيكون مراقبهم من العربية بتاعته وبيسجل كل كلمة بتتقال بينهم. ولما جاك بيسأله عن مكان وجوده يوم الحادثة، إلياس بيقول انه كان نايم وعرف خبر وفاة اخوه من دانا مراته، وده لانها بتصحى كل يوم قبله الساعة 7 علشان تنزل حمام السباحة. وبيقول ان اخر مرة شاف فيها ليو اخوه كانت من 3 أسابيع قبل الوفاة. وجاك بيستغرب من المدة دي لانهم اخواته عايشين في نفس البيت، ومن الطبيعي انهم يتقابلوا اكتر من مرة في المدة الكبيرة دي. ولكن إلياس بيعرفه ان اخر لقاء بينهم حصلت فيه مشكلة كبيرة بسبب الشغل، وبيقول ان ده العادي بتاعهم من وهم صغيرين، بحكم ان ابوهم رباهم على روح المنافسة في كل حاجة بيعملوها سوا. وعشان ما يخليش جاك يفهم كلامه غلط بانهم دايما مختلفين في الرأي، بيقول ان هو وليو توأم متطابق، وان ده بيكون اقرب لاتحاد روحين في جسد واحد، بمعنى انهم بيفهموا بعض جدا وان طبعهم متشابه تقريبا. وبيقول انه كان بيحب اخوه اكتر من نفسه وبيتمنى انه كان يبقى معاه وقت الحادثة. ولما جاك بيسأله عن علاقة ليو بدانا مراته كانت عاملة ازاي، إلياس بيقول انهم كانوا يعرفوا بعض معرفة سطحية وما كانش فيه اي اختلاط بينهم، وده بيبقى على عكس كلام دانا لما قالت لجاك انها وليو كانوا اصحاب من زمان. وفجأة بتيجي لإلياس رسالة مكتوب فيها ان جاك مش مخابرات، فبيعمل ان عنده شغل ضروري ولازم يتحرك بسرعة. وجاك بيطلب منه ميعاد تاني مناسب علشان يقابل فيه ام ليو ويتكلم معاها، ولكن إلياس بيعرفه انها خسرت جوزها وابنها في سنة واحدة، وما عندهاش اي استعداد تتكلم مع حد في ذكريات تقلب عليها الاحزان. وبيطلب من جاك يبعد عن امه بالذات لانها ست مريضة وكفاية عليها اللي حصل. وبعد ما إلياس بيسيبه وبيمشي بالعربية، بيلاحظ ان الضابط موجود جنبهم وبيعرف انه بيسجل كل حاجة اتقالت، وبيعرض على الضابط انهم يسمعوا التسجيل سوا علشان يستفيدوا منه هما الاتنين. ولكن الضابط بيقول انه مش ممكن يعمل كده قبل ما يعرف قصة جاك بالظبط، وده لانه في اول مرة شافه قال انه موظف من شركة التأمين، ودلوقتي سمعه بيقول لإلياس انه من المخابرات. وهنا جاك بيعترف له بالحقيقة وبيفهمه انه قال كده علشان التحقيق يفضل بصورة سرية، وان دي كانت رغبة الشخص اللي اجره من الاول، لانه كان شاكك في موت ليو بانه ما كانش حادثة، زي ما اكيد الضابط شاكك هو كمان بدليل انه لسه بيراقب إلياس لحد دلوقتي. ولما جاك بيسمع التسجيل تاني بيلاحظ ان ردود إلياس كلها ردود ذكية، وبيفتكر انه لما سأله عن علاقة مراته بليو حرك صبعه على الدبلة وفكر كويس قبل ما يرد، وكأنه حاسس بالغيرة من اخوه علشان كده كان متردد في الإجابة. ولكن الضابط بيشوف ان ده كلام مش منطقي، وده لان إلياس غني وعنده سلطة وزوجة جميلة، فمن المنطقي ان ليو هو اللي يغير من إلياس مش العكس. وفي الوقت ده بتيجي لجاك رسالة وبيقول للضابط انه هيمشي دلوقتي وبعدين يكمله، ولكنه بيلاحظ صورة لشخص مجهول واقف مع إلياس في الجنازة، وبيعرف من الضابط ان اسمه داني ويبقى دراع إلياس اليمين ومن اقرب اصحابه. وبيطلع ان دانا هي اللي بعتت الرسالة لجاك علشان عاوزة تقابله، وبيقول لها انه قابل إلياس ووقتها عارف منه ان علاقتها بليو كانت سطحية، وده خلاه يشك ان إلياس غيران من ليو بسببها. ولكنها بتحكي له ان سبب معرفتها بليو كانت منحة الجامعة، وعلشان هي كانت من عيلة فقيرة كانت بتشتغل دوام كامل علشان تقدر تصرف على نفسها، وانها عجبت ليو بسبب اصرارها في النجاح، وانها ما كانتش زي باقي البنات بتدور على اي شاب غني يصرف عليها، وعشان كده ما كانش عندها اي وقت تدخل علاقة تشغلها عن الدراسة. وبتقول له انها هتمشي دلوقتي وهتعدي عليه بكرة علشان يروحوا للمكان اللي ليو وقع منه، وبتكتب له عنوان البيت الخاص بتاع ليو علشان يروح هناك ويعرف تفاصيل اكتر عنه. واول ما بيدخل البيت بيلاحظ وجود رباط لشعر الستات، مع ان ليو ما كانش مصاحب ولا متجوز، وبيفهم من احتفاظ ليو لدعوة فرح اخوه انه كان معجب بيها فعلا زي ما دانا قالت. وبيشوف صورة لبنت تانية وبيعرف انها كانت صاحبة ليو من ايام المدرسة، فبيقرر انه يروح لها علشان يتكلم معاها ويفهم منها تفاصيل اكتر عن حياة ليو. وبيعرف منها ان ليو كان اذكى واشطر من إلياس في كل حاجة، ولكنه ما كانش اجتماعي، بمعنى اوضح انه كان بيعمل شغله بدقة عالية مهما كانت الظروف، بس ما كانش بيعرف يلفت نظر العيلة لانجازاته، وده على عكس إلياس الفاشل اللي بيعرف ياكل بعقلهم حلاوة بسهولة. وطبعا ده كان بيلفت نظر امهم لانها بتحب المظاهر بطبيعتها، وعلشان كده فضلت إلياس عن ليو ومسكته إدارة الشركة، مع انه
مش جدير بإدارتها، وبتطلب منه يسيبها تكمل شغلها ويقفل الموضوع ده لأنها مش قد العيلة دي ولا قد مشاكلهم. ولما بيسيبها علشان يمشي بتقوله إن ليو كان بيطلع الجبل من وهو صغير، وأكيد حد هو اللي قتله وما وقعش لوحده. ولما بيرجع البيت بيلاقي دانا وصلت بالعربية علشان تاخده لمكان الحادثة، وبتقوله يركب بسرعة علشان توديه وترجع تاني من غير ما حد يحس. وده لأن أهل جوزها عاملين حفلة خيرية النهاردة علشان يدعموا المحافظ في الانتخابات، ولازم تحضر بما إنها واحدة من العيلة. وبعدها بياخدوا مركب صغير علشان يوصلهم للمكان اللي ليو وقع فيه، واللي بيكون هو الوسيلة الوحيدة للوصول لهناك. وعشان كده ليو كان بيفضله عن أي مكان تاني بسبب إن مش أي حد يعرف يوصله بسهولة، وكمان بيبقى هادي. في الوقت ده جاك بيلاحظ وجود مركب صيد قريبة منهم، وبيسجل الرقم والاسم اللي مكتوبين عليها. وده أنا بتعرفه إن في طريق مختصر بيوصل للقمة لو حابب يطلع فوق من غير تسلق. وأول ما بيطلع فوق بيسألها عن الطريقة اللي اتعرفت بيها على جوزها، ولكنه بيتفاجئ لما بيعرف منها إن إلياس غدر بأخوه علشان يكسب التحدي كالعادة، وده عن طريق إنه يبعت لها رسالة تضايقها من تليفون ليو. وبعدها هو قرب منها في الجامعة وعرفها على أمه وأبوه، وده علشان إلياس يسبق ليو ويتجوزها هو. ولما جاك بيطلب منها تظبط مقابلة مع أم ليو وإلياس علشان يتكلم معاها، بتعرفه إن الحفلة هتتعمل على اليخت بالليل والحراسة هتبقى شديدة وقتها، ولكنه بيعرفها إنه هيقدر يدخل بطريقته الخاصة من غير ما حد يشك فيه. ولما بيوصل الحفلة بيستنى إلياس يخلص خطاب الضيافة بتاعه علشان يعرف يقعد مع أمه ويتكلم معاها، وبيعرفها بنفسه على إنه صاحب ليو من زمان وبيفضل يتكلم عنه علشان يكسب تعاطفها. وبيلمح بإنه سمع من الناس شكوك بتقول إن موت ليو ما كانش حادثة، ولكنها بتقول إنهم عيلة كبيرة وليها شأن عظيم، وبالتالي عندهم أعداء كتير يطلعوا عليهم إشاعات تسوء سمعتهم. وبتعرفه إن ما كانش فيه داعي يشتري بدلة غالية زي دي علشان يعمل نفسه واحد منهم، مع إنها عارفة إن اسمه جاك وبيشتغل محقق خاص. وفجأة إلياس بياخد باله من جاك وبيطلع جري عليه علشان يلحقه قبل ما يتكلم مع أمه، وبيعرفه إن مش معنى إنه هو سمح له يقعد مع موظف المشرحة بعد ما دفع له رشوة وإنه اتفق مع الضابط يحققوا سوا في القضية إنه هيسمح له يعدي حدوده ويضايقهم. وأم إلياس بتنبه على كل الحضور إن محدش يتعاون مع جاك بعد النهاردة في أي حاجة. ومن هنا جاك بيحس إن الدنيا اتقفلت في وشه وبيروح يقعد في البار علشان يشرب، وبيتفاجئ إن الضابط عارف مكانه، لا وبيعرفه إن رئيسه في الشغل حذره من التعامل مع جاك من تاني. وجاك بيقدر موقفه وبيطلب منه يبعد عنه علشان ما يتفصلش من الشغل بسببه. ومن كتر الشرب بيفتكر مراته لما دخل عليها في مرة واكتشف إنها بتخونه، ولما بياخد منها التليفون علشان يعرف هي بتكلم مين بتبرر سبب خيانتها ليه بإنه مهتم بالشغل أكتر منها وبقى مدمن، وإنها عايشة معاه غصب عنها وما بقيتش طايقة العيشة معاه. وتاني يوم بيروح للبار اللي كان قابل فيه البنت صاحبة ليو، ولكنه بيتفاجئ إنه مقفول، ومن الواضح إن المكان اتقفل بتدخل من أهل إلياس. ومن هنا بيحس بالذنب إن المكان اتقفل بسببه، وبياخد القضية بشكل شخصي، وبيقرر إنه يراقب البيت بتاعهم من مسافة قريبة علشان يعرف الحقيقة بنفسه. وبيشوف دانا وهي خارجة من حمام السباحة وبتربط شعرها، وبيشوف إلياس وهو بيتخانق مع أمه علشان عاوز فلوس، وبيستغرب مع إنه بيفتح الخزنة بتاعة أبوه وبياخد منها فلوس. وعشان كده بيفضل عند البيت لحد ما إلياس بيخرج بالعربية وبيمشي وراه. وفي الوقت ده بيكون الضابط قاعد في العربية بتاعته، وبيلاحظ إلياس وهو معدي من جنبه وجاك ماشي وراه. ساعتها بيحس إن جاك بيعرض نفسه للخطر لأن إلياس مش هيصبر عليه المرة دي كمان. وجاك بيفضل ماشي وراه لحد ما بيدخل مكان سهرات، وبيشوف إلياس وهو بيدي الفلوس اللي أخدها من الخزنة لصاحبه ودراعه اليمين. وقتها الأمن بتوع المكان بيشوفوه وبيمسكوه لحد ما إلياس يشوف هيعمل فيه إيه. وبالفعل بيكون صبر إلياس خلص وبيعذبه علشان يسيب الجزيرة ويمشي. والضابط بيدخل في آخر لحظة وبينقذه من إيدهم وبيرجع الكنيسة علشان يرتاح. وتاني يوم بيقابل دانا واللي بتعرف من الضرب اللي في وشه إنه قابل جوزها امبارح. وجاك بيبان عليه الزعل منها لأنها كذبت عليه لما قالت إن ليو اللي كان بيحاول يقرب منها، وده لأنه لما كان في شقة ليو شاف نفس رباط الشعر اللي كانت بتربط بيه شعرها بعد ما خرجت من حمام السباحة. ومن هنا دانا بتحس إن جاك فهم كل حاجة وعارف إنها كانت بتقابل ليو من غير ما جوزها يعرف، وعلشان كده بتبرر سبب إنها خبت على إلياس علاقتها بليو، وده لأن إلياس كان بيخونها مع ستات كتير وبعد فترة اكتشفت خيانته. ولما طلبت منه الطلاق أكتر من مرة كان بيوعدها إنه هيتغير، ولكنه كان بيرجع أسوأ من الأول في مدة صغيرة. ولما
وعرفته انها هتسيبه وتمشي، هددها بانه هيقتلها لو عملت كده، وعلشان كده كانت بتلجأ لليو علشان يساعدها لانه انسان طيب عن اخوه. وقتها جاك بيفتكر المركب اللي شافه بيصطاد جنب المكان اللي ليو وقع فيه، وبيتصل بالضابط علشان يطلب منه اخر خدمة ممكن تساعده في القضية، وهي ان الضابط يجمع له كل المعلومات الممكنة عن المراكب اللي خرجت في يوم الحادثة. وبالفعل الضابط بيقدر يعرف المركب اللي كانت موجودة في مكان الحادث، ولكن الغريب ان المركب دي ما رجعتش بسمك يومها خالص، وده بيوجه الشكوك ناحيتها لان كده القاتل هو اللي خرج بيها يوم الحادثة. وفورا جاك بيتحرك على المرسى علشان يدور على المركب دي، ولما مش بيلاقي اي مركب بالمواصفات دي في المرسى بيتصل بالضابط علشان يعرف منه اسم صاحبها، والضابط بيقول له ان في مركب بنفس المواصفات هتتشحن النهارده بالليل في المينا، وبيعرفوا ان فرصتهم الوحيده علشان يثبتوا المركب دي في التحقيق هي دلوقتي. وجاك بيقابله عند الرصيف اللي المركب هتتشحن فيه علشان يفتشوها، وجاك بيطلع يتاكد منها، ولكن الحارس بيلفت نظره نور الكشاف اللي في ايد جاك، وبيستغرب من سبب وجوده في المركب دلوقتي. ومن هنا الضابط بيطلع المسدس بتاعه تحسبا لاي مشاكل تحصل، وبالفعل الحارس بيطلع مسدسه علشان يفتش المركب، ولما الضابط بيضربه بالنار الشخص التاني بيقدر يصيبه بالرصاصه في بطنه، وجاك بياخد المسدس من الضابط وبيروح ورا الشخص ده علشان يخلص عليه، وبيستغل انه مش عارف مكانه وبيضربه بالنار وبينضف المسدس من البصمات وبيرميه في الميه. وبعد ما بيرجع البيت بيحس انه قرب من الحقيقه لما بيربط الاحداث ببعضها، وبيفتكر صوره الاشاعه بتاعت ليو لما كانت بتبين ان ايده مكسوره، وبيقرر انه يرجع للمكان اللي ليو وقع منه علشان يتاكد من ظنه. ولما بيفتكر الرساله اللي الضابط بعتها له ببيانات صاحب المركب قبل ما يموت بيتحرك عند بيت دانا وبيتصل بيها علشان يطلب منها تمشي الحرس وتدخله البيت. وفي الوقت ده بتكون ام الياس واقفه في الشباك وشكلها شافته لانها بتفتح الدرج وبتجيب المسدس بتاعها. ولما جاك بيدخل البيت بيقول لدانا تتصل بالشرطه لانه عرف مين القاتل، والست بتسمعه وهو بيقول لها تتصل بالشرطه. واول ما الياس بيقابله بيستعجب من وجود جاك في بيته، ولكن جاك بيرد عليه بكل برود وبيقول ان ده مش بيته اصلا. وقتها امه بتدخل عليهم وبتطلب من جاك يخرج من البيت وكفايه مشاكل لحد كده، ولكن جاك بيسالها عن اداره الياس للشركه بعد موت اخوه، وبيقول لها ان اول لقاء بينه وبين الياس عرفه بنفسه على انه واحد من المخابرات الامريكيه، والياس صدقه، وده لان الاستثمارات بتاعه الشركه اغلبها في امريكا. والغريب انه لما اتاكد بنفسه ملقاش للشركه اي استثمارات في امريكا، وده معناه ان الياس ما يعرفش اي حاجه عن الشركه اساسا. ولما الياس بيكدبه جاك بيشغل التسجيل اللي اخده من الضابط، وبرضه الياس بينكر ان ده صوته وبيدعي ان جاك سكران ومش في وعيه، ولكن جاك بيصدمهم وبيقول ان ده يبقى صوته، وده لان اللي واقف قدامهم دلوقتي يبقى ليو مش الياس، وبيقول ان اللي اتقتل يبقى الياس مش ليو، وده لان ليو كان بيغير من اخوه جدا، وبالذات لما خطف منه البنت اللي بيحبها واتجوزها هو، وبسبب ان ابوه وامه كانوا بيفضلوا الياس عليه في كل حاجه قرر انه يخلص منه وياخد مكانه. وجاك بيحكي اللي حصل بالظبط اكنه كان موجود ساعه وقوع الجريمه، وهو ان ليو كان على علم مسبق بالروتين اليومي لاخوه ومراته، واستغل الفرصه ان دانا كانت في حمام السباحه قبل ما جوزها يصحى، واخد صاحب الياس بالمركب على انه الياس وراح عند الجبل، وطلع فوق عن طريق الممر المختصر علشان يوصل قبل الياس. ولما طلع فوق ضربه بالرجل في ايده علشان تتكسر والياس يقع على الارض ويموت. ودانا بتاكد كلام جاك وبتقول انها كانت فعلا في حمام السباحه وما شافتش الياس وهو نازل. وجاك بيكمل القصه وبيقول ان ليو ما اكتفاش بقتل اخوه بس، وده لانه كان متاكد ان محدش هيكشف خطته علشان هو والياس توأم متطابق، وحتى لو كانوا شرحوا الجثة ما كانش حد هيعرف يفرق بينهم. وعلشان كده أخد الخاتم بتاع إلياس ورجع بسرعة للمركب علشان يطمن إن صاحب إلياس مش هيعرف يميزه ولا هيشك في حاجة، وبالتالي أمه ومراته هما كمان مش هيلاحظوا أي حاجة. في الوقت ده بتنهار دانا وبتقول إنها كانت حاسة إن جوزها متغير معاها، ولكنها ظنت إن التغيير ده كان بسبب حزنه على موت أخوه المفاجئ. في الوقت ده الأم بتتحول وبتضرب ابنها بالمسدس وبيقع على الأرض يموت، وبتنهار من العياط لأنها بكده خسرت كل حاجة في حياتها. ودانا بتنزل على الأرض وبتهمس بكلام مش مسموع في ودن ليو، وفي الأثناء دي بتكون الشرطة وصلت وبتستجوب دانا وبتقبض على أم إلياس وليو. وتاني يوم جاك بيجهز نفسه علشان يسافر للبلد بتاعته، وبعد ما بيركب الطيارة بيفتكر كلام دانا كله من يوم ما وصل على الجزيرة، وبيقارنه بكلام مراته اللي انفصل عنها بسبب الخيانة. ومن الواضح انه اكتشف حاجة غريبة هتغير التحقيق كله، فبيقرر انه يرجع تاني لدانا وبينزل من الطيارة قبل ما تتحرك، وبيروح لها عند
اليخت بتاع اهل جوزها اللي دلوقتي بقى بتاعها، ولكنها بتستغرب انه لسه ما سافرش مع انه طلع للمطار الصبح. وجاك بيقول انها غلطت لما قالت ان صوفيا صاحبتها هي اللي رشحته ليها في اول الفيلم، وده لان صوفيا مش بتحب جاك وكان دايما في مشاكل بينهم. وبالفعل دانا بتنهار وبتعترف له بالحقيقه، وبتقول انها حاولت تنفصل عن الياس اكتر من مره ولكنه رفض، وان ساعتها ما كانش قدامها حل تاني غير انها تلجأ لليو، واللي ساعتها كان بيفكر انه يخلص من اخوه علشان يستلم اداره الشركه لوحده. ولكن الغريب ان ليو لما قتل الياس غير الخطه كلها، وساعتها دانا حست انها دبست نفسها اكتر. وبتقول ان كان غرضها من الاول انها تخلص من الاتنين اللي كانوا عاوزينها تعيش معاهم غصب عنها، وانها ما كانتش بتفكر في الفلوس والشركه على قد ما كان نفسها تبقى حره. في الوقت ده جاك بيقوم من قدامها وبياخد شنطته علشان يمشي من غير ولا كلمه، ودانا بتطلع وراه ظنا منها انه بكده هيبلغ عنها الشرطه ويفضح سرها. ولكن الغريب ان جاك بيطمنها وبيقول انها عملت كل ده علشان تكسب حريتها، ودي حاجه ما يقدرش انه يلومها عليها. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الملخص عجبكم، ولو حابين تشوفوا الملخصات اللي هتنزل بعد كده اشتركوا في القناه. وسلام.